هو لأمي تحلمت إني أنا كنت متزوجة وكنت مسقطة، وقتها فعلًا أنا كنت مسقطة، وكنت عند أهلي وجا زوجي يبي ياخذ مفتاح هذا البيت. الحين قاعد تكلمين شيء واقع ولا منام؟ لا هذا حلم، بس وقتها أنا كنت مسقطة فعلًا يعني. كنتِ متزوجة ساعتها وكنتِ مسقطة فعلا أيوه. ولا زلتِ متزوجة ولا صار شيء؟ لا انفصلت. طيب أعطيني المنام مرة ثانية. أمي رأت إني أنا في الواقع كنت مسقطة وكنت عند أهلي، ورأت أمي إني أنا فعلًا في الحلم كنت مسقطة، وجا زوجي كان يبي مفتاح البيت، وكان يعني يطق الباب، وأمي وأبوي رافضين يعني منزعجين من وجوده ما يبونه يعني. فهو كان يبي مفتاح البيت، وأنا كنت يعني أبي زوجي، في نفس الوقت أنا ما أبيه يعني، كنت يعني ماخذة موقف مترددة. منه يعني. فهو مصر إنه ياخذ المفتاح، فأمي ما تبي إن أبوي يدري بوجود زوجي هنا، خاف إنه يصير في مشكلة وكذا. فأبوي كان نايم وصحى على إزعاج زوجي من يصقع الباب. قال هذا من هو وش يبي؟ قالت من الزوج البنت ويبي المفتاح. قال عطوه المفتاح وخليه يروح، ما عاد أبي واجهه والله يستر عليه. وانتهى الحلم يا شيخ. ما في شيء، المنام نقطة واحدة فقط فيه إنه يبغى ياخذ المفتاح. بيحاول هو ربما. أنت كم صار لك منفصلة؟ تقريبا شهرين كذا. بيحاول الرجوع، هو بيحاول الرجوع عاد الله العالم أنتم ترجعون أو لا، لكن بيحاول الرجوع مرة ثانية ويحاول يعدل بعض الأخطاء اللي كان فيها. كيف؟ بالنسبة سمعتيني ولا ما سمعت؟ لا والله ما سمعت. طيب بعيد عليك. هذا المفتاح في المنام انه يحاول ياخذ المفتاح، يحاول يعيد الامور زي ما كانت، يعني وكانه يبي يفتح مجال انه يتعدل في الامور اللي كان ربما غير مستقرين علشان الامور هذه تحدث. انه انت اسقطتي، الوالده تشوف انه انت صار في اسقاط بالمنام. دائما الاسقاط بالمنام او على رؤيتك، خلينا على الرؤيه حقتك انت. لا تشوف انك انت اسقطتي ربما خلال الفتره اللي انت فيها الان، اللي فيها الحين انت عند الاهل، ربما في اشياء بدت تروح من خاطرك، يعني بديتي ترضين في اشياء كنت متضايقه جدا منها، الان أيوة بديتي كانه في شيء بدت تهدين شوي، تحسي انه لا معلش الامور لو اني صبرت، لو انه كذا لو كذا، بديت صح يا تهدين. شيخ، سبحان الله والله صادق. نعم، مو بنفس الشيء اللي انت اول ما طلعتي من البيت كنت متحمسه جدا. أيوة كنت مشحونة، بس الحين نعم، هديت يعني. الحين بديتي تهدين، بديت تحسين اكثر الخلافات اللي كانت موجوده بينكم موضوعها طبيعي انه ممكن انتم تسقطوها وتصير ما في شيء. نعم، ربما يكون في عوده، اسال الله يصلح حالكم. طيب، وعندي استفسار يا شيخ. قولي. أنا لما كنت متزوجة كان يعني أغلب الناس يقولون أنت مطلقة، أنت بتطلقين ما راح تستمرين، وأنا وانت كنت متزوجه؟ متزوجة. أيوة، من هم هذول اللي وخواتي كانوا يقولون، من الاهل ولا من برا؟ لا، من خواتي، من الجماعة كذا يعني، من ناس يعني علاقتي معهم مو بذاك القوية. يقول إحنا عندنا إحساس إنك أنت ما راح تستمرين بتطلقين. وفي رمضان أرسلت علي أختي قالت أنت مطلقة، قلت لا أنا عند زوجي. وبعدها تقريبا ب7 أيام أنا انفصلت. سبحان الله. بعض الكلام السيء والعياذ بالله، شكرا بنت محمد، بعض الكلام السيء للاسف الشديد يقع احيانا يتعلق فيه أيوة يا شياطين. شيخ، وأنا كنت شاكة في الوضع، أقول يعني معقول أنا في يعني آخذ الرقية يعني، وضعي يعني مشكوك فيه يعني. كان الكل يقول أنت بتطلقين، أنت ما راح تستمرين، حتى أمي كانت تقوله لو أنت لا ما راح حول ولا قوه الا بالله. تستمرين. ليش وسبحان هم الله يقولون كذا؟ ما يجوز اصلا، ما يجوز اصلا شرعا، ما يجوز الانسان يتشائم، ما يجوز، هذا شؤم. بدل ما يقولون احنا نتوقع انه انت ان شاء الله تعملين، راح تجيبين ولد، راح تتوفقين، راح كذا راح كذا راح كذا، في اذا حدث امر مكروه لا سمح الله خلاص اخيرا ما يفترض. اما نقعد كل يوم احنا نقول ترى انت بيصير لك، انت بتصدم بالسياره، اي انت والله بتدخل يا شيخ، السجن، حتى انت وقتها بتموت، وقتها انت وش ذا انضغطت الحكي؟ نفسيا يعني. طبعا هذه ضغوطات نفسيه، حتى ربما انت تاثرتي واي خلاف حدث بينكم على طول قررتي انه فعلا هذا الخلاف بناء على اللي انا سمعت اني بنفصل، وعلى طول شعللتيها انت تلقائيا، يعني ما صار في تحمل، لانه انت اصلا كنت متقبله انه ربما انا انفصل، صار عندك تقبل الانفصال اكثر من تقبل الحمل الاستمرار. هذا ما يجوز. يتعوذون بالله من الشيطان الرجيم، وتعوذي انت بالله من الشيطان الرجيم، واسال الله ان يعيدكم لبعضكم تستقر احوالكم، خاصه طيب اذا كان هذا الرجل يصلي وما عليه خلاف. اي والله، وحتى ايمان بعد. بس يا شيخ، طيب ما شاء الله تبارك يا الرحمن. شيخ، اخذ الرقية حقتك ولا؟
خذي اي رقيه، مو بشرط هي ما هي برقيتي يا جماعه الخير، انا قلتها بس ولا هي من كتاب الله. لكن خليني اقول لك شيء يعني تتبعينه افضل. اتبعي الاستغفار دائما وقراءه سوره الفاتحه وقل اعوذ برب الفلق بكثره، قل اعوذ برب الفلق بكثره، وسوره الضحى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. نعم، وامفتي على نفسك وامفتي باليد يمسح الجسد بالفاتحه والضحى والفلق باستمرار مع كثره الاستغفار وكلمه التوحيد. وحاولي تبعدين دائما عن اي تشاؤم، واي واحد يتشائم يقول كلام زي كذا قليه بالحلال اذكر الله، لا ماني منفصله ولا عندي خلاف، اموري تمام ولا علي خلاف. الله يسعدك يا شيخ، وادعي لي تكفى يا شيخ. بدعت الله يحميكم. يلا اللي بعد. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ ابغاك يا خاص مو بهنا. والله ما ادري اقدر ارد عليك خاص يا شيخ. انا اقول والله ما خاص. اقول لك ما اعرف انا اقدر ارد عليك خاص ولا بس. اسمعني شيخ. طيب خلاص اضفتك خاص خلاص. اثنين حلم إنه شفت نفسي في بيت جدتي وكأنه كان مهجور وأنا وأخواتي مع بعض، وبعدين من دشيت لقيت نفسي في المطبخ وفي يدي ولد كده صغير وقدام الجامع وقاعدة أسميه محمد، يعني قاعدة أناديه محمد كأنه ولدي، يعني مسميته على اسم جدي كذا. خلصتي؟ انت متزوجة ولا لا؟ ايوه. ايوه يا شيخ. متأخرة عن الحمل؟ لا أنا أسأل متزوجة قلتي لي إيه؟ متزوجة ولا لا؟ طيب تمام. لا مش متزوجة. لا. أنت تعانين من مشاكل صحية أو مشاكل بشيء مالي، أشياء مالية ولا لا؟ إذا ما تردون عليه بسرعة ترى كذا ما ينفع، نقعد ساعتين إحنا نحل. ايوه. ردي عليه على طول. ما أنا أسألك سمعت عندك مشاكل مالية أو مشاكل بالصحة خاصة الباطنية ولا لا؟ صحية باطنية أو مشاكل مالية، في ولا ما في؟ أيوة وش هي؟ في. باطنية ولا مالية؟ ولا اثنينهم؟ الاثنين. طيب هذه بشارة خير بمشيئة الله بزوال ذلك الهم. هذه بشارة خير. مرحبا يا هذه بشارة خير بزوال ذاك الهم، ذاك البلاء والمشكلة المالية راح تزول بإذن الله سبحانه وتعالى.